بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هارد لك لنادي الزمالك الخسارة 2-1، وهي خسارة قريبة مش بعيدة يعني. بلغة كرة القدم سهل جدا جدا للزمالك التعويض أمام فرقة وجهة نظري أنا شفتها يعني ما عندهاش أنياب كتيرة جدا، ممكن تكون منظمة ممكن تكون جماعية، ولكن بدنيا على المستوى البدني فريق بعيد خالص خالص عن نادي الزمالك، بعيد عن الأسماء اللي موجودة في نادي الزمالك. طبعا ال 30 دقيقة أو ال 35 دقيقة الأولى هقول إن هي أسوأ 35 دقيقة من يوم ما جوميز جه لتولي تدريب نادي الزمالك. تشكيل مفيش اختلاف عليه، حتى ناس كتير جدا بتنتقد سامسونج في ماتش دريمز كان واحد من مفاجآت المباراة، ولكن ممكن تكون دي مباراة تقيلة عليه كمستوى جماهيري كفاينل. لسه لعيب ما عندوش خبرات كتيرة جدا وبالتالي اتأثر كتير، وكان المفروض التدخل بسرعة شديدة جدا جدا من جوميز في أول 30 دقيقة. ده جزء. الجزء الثاني، ما ينفعش الزمالك مباراة فاينل بيلعب امام فرقه نهضه بركان، فرقه جيده على المستوى الدفاعي، ولكن هجوميا معروف المغرب ان هي ضعيفه جدا. حتى الاصابات اللي موجوده عندهم وخاصه عمر العرجون واليمين، الاثنين مهمين من العناصر الاساسيه. انما لما نيجي نتكلم على الزمالك كتشكيل باستثناء ان عبد الله مش موجود وناصر ماهر مش موجود، انا فوجئت ب 35 دقيقه بجد. باص مفيش، روح مش موجوده، جماعيه صفر، ان الفرقه كلها تكون كومباكت مع بعض في ظل ال- الضغط الكبير اللي موجود في فرقه نهضه بركان، اللي هم مش مصدقين نفسهم ان هم بيتعاملوا مع الزمالك بالشكل ده. ان الزمالك اقبل هدفين في اول 12 دقيقه غريبه جدا عليا وعلى نادي الزمالك وعلى كل الناس المحبين لجمهور نادي الزمالك، حتى الجمهور الكره المصريه كله. كره منهم من كره ثابته، والكره الثانيه خطا من حسام عبد المجيد. انما لو حبينا نقيم لعيبه نادي الزمالك كلها بالكامل، ثلاث اربع لعيبه بس اللي كانوا واقفين على رجلهم في ال 35 دقيقه الاولى: عمر جابر، حمزه، محمد شحاته شويه، وسيف الجزيري. بقيه الفرقه مش موجوده. عواد اللي المفروض يكون حارس دولي، حارس كبير، حارس عنده ثقه بنفسه ويدي الثقه للعيبه حتى بعد الهدف الاول وخطا حسام عبد المجيد، نزل معاهم خد غطس لتحت. دي مباراه فاينل، الغلطه فيها باي باي. الغلطه فيها ان تخرج من بطوله انت تعبت فيها طول السنه، وامل بالنسبه لكل جماهير نادي الزمالك انه يرجع للكونفدراليه تانية. صحيح بتلعب نهضه البركان، بس نهضه البركان دلوقتي مش هي نهضه البركان اللي كانت في 2016 مع نادي الزمالك لما كسب البطوله. لا، كانوا اقوى مليار مره. صحيح معين الشعباني عنده خبرات ممتازه جدا في الكره الافريقيه مع الترجي عفوا، وفي الكره المصريه كمان مع السيراميكا والمصري. انما في النهايه ده نادي الزمالك. اتكلم على عواد، مش موجود. كرة واحدة بس في الشوط الثاني، احمد فتوح 35 دقيقة يوسف الفحلي ما خلوش شاف السبرنتات بتاعته، واحد ضد واحد كسبانها يوسف. اوكي، السرعة بتاعته، الباص بتاع احمد فتوح سيء جدا جدا جدا. اخطاء كتيرة جدا اثرت، هي الخطأ كمان بتاع الهدف بتاع حسام عبد المجيد. نروح لحسام. مش معقولة واحد لعيب منتخب اولمبي ولعيب منتخب مصر ولعيب نادي الزمالك يعمل خطأ زي ده في الدقائق الاولى من فرقة نهضة البركان بضربة جزاء ملهاش اي معنى. انت رايح مغطي معاك لعيب. بالتالي فكرة عدم الاتزان والخروج الذهني 35 دقيقة، يحمد ربنا لعيبة نادي الزمالك ان ما خرجوش بثلاث اربع اهداف. ده لو كان فرقة نهضة البركان كانوا مصدقين نفسهم ان هم كاسبين الزمالك، ده هم اول ما جابوا جولين رجعوا لتحت، تراجعوا تماما. ليه؟ حب يأمنوا الهدفين بدايو، يوسف دايو قلب الدفاع. حتى عادل تحيف اللي هو الباك رايت ضعيف جدا على فتوح وعلى سامسونج اذا كان في حالته، او مصطفى شلبي، لا تبقى ثغره كبيره جدا. هو مش باك رايت اساسا، هو قلب دفاع. وبالتالي انه ما ينزلش عبد الاله مذكور وينزل المساوي على ما اعتقد في الاخر، السمومي في الاخر قدر يلحق نفسه معين.
انما لما نيجي نتكلم عن نادي الزمالك على المستوى الفني 35 دقيقه، لا استحواذ ولا جماعيه ولا فرقه كلها بتلعب على بعض ولا روح ولا اطراف ملعب، باستثناء ناحيه عمر جابر شويه على المستوى الدفاعي كانت شغاله بشكل ممتاز جدا. حتى زيزو اللي المفروض يسحب الفرقه ما سحبهاش، نزل معاهم لتحت. محمد شحاته بيحاول، دونجا مش موجود خالص. احمد حمدي اللي المفروض ان هو يمسك كوره في الوقت اللي يكون فرقه فيه مزنوقه وخسرانين 2-0 عاوزين يمشوا كوره ويلعبوا كوره كتير علشان يزهقوا الخصم، مش موجود هو الاخر. مفيش الا سيف بس بيتحرك ما بين الاربع مدافعين، اذا كان حمزه المساوي ودايو وعبد الحق عسال، ومعاهم لعيبه ارتكاز. يعني عمر خيري لعيب ضعيف جدا بالنسبه لعمر اللي على الجون، لا لعيب قليل جدا. وبالتالي الزمالك لم يستغل الحاله الفنيه السيئه اللي كان عليها او اللي فيها نهضه بركان. ده كسبان مباراتين او 3 مباريات، مباراتين من غير ما يلعب وصل فاينل. مش تقليل في نهضه بركان، لا لعيبه وعندهم مدرب كويس جدا، انما بالامكانيات وبحجم نادي الزمالك، الزمالك اعلى كتير جدا. الزمالك كان يتطلب ان ينزل ضاغط، هو اللي مبادر بالشكل الهجومي. معلومه يعني انا عارفها وناس كتير جدا عارفاها، ان قوه نهضه بركان في الكرات الثابته. الزمالك اتاخد فيه كره هدف بالشكل ده، طب الثلاث مدافعين مش موجودين، طب عواد فين؟ يعني حاجات غريبه جدا جدا حصلت. ولكن يحسب لنادي الزمالك في ال5 دقائق الاخيره انه رجع تاني يمسك كوره، يبقى تقيل في الملعب، شخصيه الزمالك تبان، الدفاع يطلع لقدام شويه، حمزه يشتغل، عمر نفس الموضوع كمان، فتوح، لعيبه نص الملعب مع احمد حمدي اللي بدا يبقى ثالث، وبعد كده يطلع قدام الاثنين دونجا ومحمد شحاته. بدانا نشوف نادي الزمالك، وده جيد جدا لنادي الزمالك انه رجع في ال5 دقائق الاخيره في الشوط الاولاني. الشوط الثاني اختلف نادي الزمالك، شوف نادي الزمالك اللي هو بيعرف ينقل، عنده الشخصيه في الملعب. 4-2-3-1، 4-4-2، 4-3-3 على حسب المتطلبات، الحركه بدون كره بالنسبه لزيزو، حتى لسامسون شويه، سيف الجزيري نفس القصه. الهدف اللي جه بشكل ممتاز جدا من سيف الجزيري، ما جابوش الا راس حربه قوي عارف بيشتغل ازاي ما بين قلبين دفاع طوال جدا، عبد الحق عسال ويوسف ودايو. ولكن كنت اتمنى ان الزمالك يضغط اكتر، كنت اتمنى ان جوميز يغير بدري علشان الزمالك يقدر يشتغل بدري. ما تنزليش ناصر منسي في الدقيقه 92 93، هيعمل ايه في 92 93؟ كلها حاجات كان المفروض يعملها جوميز. التغيير بدري بالنسبه لعيبه نص الملعب، التغيير بدري بالنسبه لفتوح، التغيير بدري بالنسبه لسامسون، كل ده اتاخر فيه جوميز. ولكن طبعا النتيجه 2-1 ممتازه. ممتازه ليه؟ للوضع اللي كان في نادي الزمالك، انما هي سيئه جدا ان نادي الزمالك يخسر من نهضه البركان 2-1. كان المفروض يراجع هو 2-1 او 3-1 لنادي الزمالك اللي عنده كل الامكانيات، عنده لعيبه تقدر تخلص المباراه. في النهايه مباراه وانتهت، نهائي وخلص، لسه المباراه الثانيه. 60-70 الف متفرج من جمهور نادي الزمالك عاوزين نشوف شخصيه الزمالك، عاوزين يرفعوا الكاس. الكاس بيرجع بالروح، بالجماعيه، بالاختيار التشكيل المناسب اللي يتناسب مع حجم المباراة هناك في مصر، مع طبعا الاعتماد ان الفريق لو تطلب التغيير يا عم جوميز. ايه مش عارف ايه موضوع البرتغاليين كل واحد بيهم بيغير الدقيقه 89 90 95، مش فاهم في ايه، كلهم سيستم واحد البرتغاليين. يعني حاجه انا تابعت مدربين برتغاليين كتير جدا، فعلا التغيير عندهم شحيح جدا، هم والهولنديين حاجه غريبه جدا. انما في النهايه نتمنى طبعا باستثناء جوزيه، مانويل كان في 35 دقيقه كان ممكن يغير لاعب او اتنين لو في خطا، وده اللي المفروض يحصل مع نادي الزمالك. انما طبعا هارد لك نادي الزمالك، اتمنى اللعيبه تكون حاسه بالجمهور، تلعب مباراه تتناسب مع 60 70 الف متفرج في استاد القاهره، يكون تشكيل ممتاز، يلعب من البدايه ضاغط، ينزل نص ملعب صح يقدر يشتغل يعمل حل واثنين وثلاثه اربعه. نهضه بركان هيجي يلعب على الهجمات المرتده عند يوسف وعند امرابط وحمزه على الجبهه اليسرى او المهيري، مع راس الحربه ممكن يرجع لمين او باياسين، لعيب قليل جدا، راس حربه مش موجود في المباراه. يعني نهضه بركان كانت بتلعب 10، انما في النهايه هيلعبوا على الهجمه المرتده، هيلعبوا على التامين، هيلعبوا على عبد الحق عسال
يوسف دايو، او ممكن يلعب بثلاثه معين الشعباني، وارد انه يقفل المكان ده. ولكن اعتقد ان الزمالك عنده كل الامكانيات من سرعه، من مهاره، من تسديد، من كرات ثابته، انه يرجع. حسام عبد المجيد والمسلوسي في الكرات الثابته، زيزو نفس الموضوع، سيف الجزيري في الحركه. اختيار بتاع سامسون ما اعرفش هيكون موجود في المباراه اللي جايه ولا لا، ولكن في النهايه اي لعيب هينزل نادي الزمالك في المباراه اللي جايه لازم يكون الشكل مختلف عن ال 35 دقيقه الاولى. هارد لك نادي الزمالك، نتيجه منطقيه على شكل نادي الزمالك، انما الزمالك قادر انه يعمل نتيجه ممتازه امام جماهيره في استاد القاهره، قادر انه يكون مع الكونفدراليه باذن الله، كونفدراليه لنادي الزمالك، عطفا على ما شفته من امكانيات فرقه نهضه البركان، اللي بتلعب 4-1 4-1، اللي بتلعب بتامين دفاعي، اللي ما عندهاش اطراف ملعب غير حمزه بس الناحيه الشمال، حمزه المساوي فقط لا غير، قلبين دفاع بطيء جدا ممكن يشتغل معهم لاعب او اثنين او ثلاثه. كل ده المفروض يكون في دماغ جوميز. كرات الثابته يا جوميز خد بالك منها، لو جالهم كره او اتنين في المباراه خطر على كره على نادي الزمالك. علشان كده ركز في مباراتك، وركز كمان في تشكيلك، وتعليماتك تكون ممتازه جدا. واتمنى ان يكون الضربات الثابته على نادي الزمالك فيها المان مش الزون. تحياتي وبالتوفيق لنادي الزمالك باذن الله.